السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نتكلم على هذا الفيديو اللي دار ضجة إعلامية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. هو ابن الحاجة المغربية رحمة، اللي كلنا نعرف قصة هذه الحاجة المغربية اللي أتت من البقاع المقدسة على متن طائرة سعودية، وحالتها كانت تتدهور من أسوأ إلى أسوأ، مما اضطرت الطائرة السعودية للهبوط في مطار الجزائر وتلقي العلاج. شفنا السلطات الجزائرية اللي وفرت كل الظروف اللائمة لسلامة الحاجة المغربية. حتى ابن الحاجة المغربية لما كان بالجزائر شكر الشعب الجزائري وشكر النظام الجزائري، لكن بعد خروجه من الجزائر اتهم النظام الجزائري وهاجم النظام الجزائري بأنه سيس القضية. الأدى والأمر أنه دار فيديو آخر يهاجم فيه النظام الجزائري، وراح نشوفوا واش كان يقول. كنقول له اخي انا مبغاش يعطيوني الام ديالي بهذه الطريقه هذه. كيقول لي السبب، كنقول له انت هنا كتشوف كيش كطلب واحد السيد ولا واحد السيده كيقول لك تنتصلوا ما نعرف باياش ولا هادي، والسيده تعافت. في هذيك اللحظه ديالي انا درت الترحيل ديالي وشهد بالحق كيفاش عدلوا لي وفين داوني، ورغم ذلك انا ساكت ما ساكت، ما ماشي ما هاني انا بحال اللي شوف عادي. رسول الله والله ما بغيت نعمل شي حاجه، ما هبط الفيديو، انا كنقرا الورقه، انا كنعمل، انا كنصنع. انا قريت الورقه، انا الورقه ما كتبتهاش تحت الضغوط المخابرات. هذه انا ما كتبتهاش بيدي، اقسم بالله ما كتبتها بيدي. والمخابرات كانت في هذيك الساعه هذه كانت تما اش كيعمل المخابرات. وهاد المسائل كامله كتبقى تسائل، كامله كتبقى تدورها في البال ديالك. يعني نتوما امور انساني دخلتوا فيها السياسه، علاش؟ على اي حال انا كما لاحظتوا إخواني الكرام، كما سمعتوا وشفتوا، وقال بأن النظام الجزائري أبعث لي مخابرات كانوا معايا في المستشفى وأخذوني ورجعوني، وقال أعطوني ورقة وقالوا لي اقرأ واش كذا، وقال بأن النظام الجزائري سيس القضية. يعني والله شيء غريب جدا. أنا لا أعلم لماذا يتكلم كلام مثل هذا، لأنه الجزائر صراحة الوالدة تاعو باحتراماتي لها ونتمنى لها الشفاء، أو حتى هو يعني يقول لك بأن النظام الجزائري حاول تسييس القضية. يعني لا أنت ولا الوالدة تاعك من القصر الملكي المغربي، ولا أنتم يعني، ولا أنت يعني وزير في المغرب ولا برلماني ولا سفير. هنا ممكن نقول بأن النظام الجزائري أنت كمسؤول أو كشخصية مؤثرة يعني يقولوا بأن الجزائر سيست القضية، لكن الشيء الغريب جدا يعني أنت يعني مع احتراماتي ليك يعني مواطن عادي، مواطن بسيط عادي، السلطة الجزائرية أرادت مد يد العون والمساعدة. والله شيء غريب جدا. لماذا النظام الجزائري على حد قوله يريد تسييس القضية؟ ما هي الفائدة من تسييس القضية؟ ما كان حتى فائدة، والله صدقني ما كان حتى فائدة. الحاجة المغربية، السلطات الجزائرية لما تلقت الاتصال من الطائرة السعودية طلبت الهبوط في مطار الجزائر لأنه هناك حاجة مغربية في حالة خطيرة. الجزائر قبلت ووفرت كل الظروف. فبعدين لما راحت للمستشفى ممكن السلطات الجزائرية كانت حريصة على أنه توفر كل الظروف الصحية للحاجة المغربية وترجع للمغرب بأحسن حال، لأنه لا قدر الله لا قدر الله وحدث مكروه للحاجة المغربية في مستشفيات الجزائر. والله صدقني المخازنية وذباب المخزن راح يكونوا كل يوم يقول لك الجزائر تعمدت وقتل المغربية وقتل المغربية وكذا وحقوق الإنسان. صدقني ممكن السلطات الجزائرية خافت من هذا الأمر وأرادت توفير كل الظروف، لكن باش تقولي مخابرات الجزائرية يعني هذا شيء يعني شيء غريب جدا وعيب. عيب كلام كما هذا. كان عليك على الأقل يعني الناس اللي يعني وفروا كل الظروف الصحية للوالدة تاعك، هذه والدة أمك، الأم التي لا تعوض، أم واحدة. ربي سبحانه عز وجل يعطيك والدة واحدة، أم واحدة. يعني الناس اللي يعالجوا لك أمك ويعطوها لك في صحة جيدة نورمالمون تشكرهم. يقول لك من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والله لحد الآن ما فهمتش، ما زال ما فهمتش، ما استوعبتش كيفاش تقول
النظام الجزائري حاول تسييس القضية. من أنت لكي يتم تسييس القضية؟ علما أن الجزائر هي من قطعت العلاقات على المغرب. الملك المغربي يوميا كل خطاباته يقول لازم فتح الحدود مع الجزائر، لازم نرجع علاقاتنا مع الجزائر. الجزائر هي تقول لك مانيش عايزة لا علاقات ولا، يعني رئيس الجزائري قال وصلنا إلى شيء يعني لا رجعة. يعني كيفاش أنت تقول بأنه سيسوها قضية؟ أنا أعتقد والله أعلم، يعني اعتقادي أنا الشخصي، ممكن جات رسائل تهديدية من المخزن، ممكن. وممكن إذا ما جاتوش رسائل من المخزن ممكن هو خاف من المخزن، يعني لما ينزل إلى المطار يقولوا له كيفاش تكلم كذا وكيفاش تكلم كذا، حب يحسن صوته. وفي الأخير هو قال بأنه يشكر الشعب الجزائري. ويعني صدقني الطائرة مش الشعب الجزائري اللي أمر بهبوطها، هي النظام الجزائري. وسيارة الإسعاف اللي كانت في المطار تنتظر وهي للنظام الجزائري. وأيضا الأطباء والمستشفى والرعاية الصحية مش الشعب الجزائري، والنظام الجزائري هو اللي فضلك هذه الأمور. كان عليك يعني تكون على الأقل يعني ما تسيئش للشعب المغربي. أنت بهذه الأشياء راك تسيء للشعب المغربي. والله صدقني يعني شفنا كل العالم العربي يسمع بقضيتك وكلهم لاموك. أنا واش نقول لك في نهاية الفيديو هذا؟ يعني ربي يشفي لك موينتك ربي يشفي لك موينتك الله يهديك الله يهديك الله يهديك. يعني راك حاب تصير مشهور ولا مش عارف، ربي يهديك. مش مخابرات جزائرية مستوى تاعها باش تجيك انت وتديك لا، ممكن بالك. ربي يهديك وصحي. والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوش خاوتي اذا عجبكم الفيديو ديرونا لايك واشتراك وفعلوا الجرس. السلام عليكم.